لنبقى الآن مع الكاتب والناقد فريبر هابون وحديثه عن ضيف برنامجنا نصر محمد. يعتبر الشاعر نصر محمد من الشعراء الحداثيين الذين يوظفون السهل الممتنع على نحو جميل. وقد قدمت دراسة نقدية عن ديوانه للعشق أحلام مجنحة، والتي تم نشرها في كتابي النقدي كيف تصبح كاتبا حقيقيا. وسأقرأ مقتطفا عن تلك الدراسة. اختار الشاعر السهل الممتنع أسلوبا ولونا في قراءته للعالم ومحاكاته للوقت فيها. ديوان معبأ بالتنهدات الساخنة والإيماءات الكاشفة للوجود الوطن منها للوجود المغترب، وحيث أن الشعر بطبيعة الحال مرتبط بذوق المتلقي يرى فيه ما يراه، الأهم هو بقاؤه لوحة تتضمن الألوان بعتمها أو شدة ضوئها. وهكذا يمكن فهم القصيدة، ويمكن أن نستدل عليها بما نراه نحن فيها انعكاسا لما في أنفسنا، حيث استخدم نصر محمد الألفاظ البسيطة الواضحة وابتعد عن التكلف والتعقيد، حيث يصل السلس للجميع ويطرق أبواب المكامن دون استئذان. بالطبع لا نستسهل هذا المركب، الأمر الذي يجب أن نفرق فيه بين الكلام العادي والشعر السهل الداخلي للمكامن، حيث لدى الشاعر موهبة عفوية في طور النبوة والتألق تغلب على كلماته البساطة وعلى قصائده القصر، حيث يستعين بالخيال والألم، طريقتين لفهم العالم في تبدلاته وتحولاته وتناقضاته. أتمنى لشاعرنا نصر محمد دوام التألق والإبداع.